مرحبا بكم في حلقة جديدة على سبورت لونج. عندنا مثل شعبي تونسي يقول متفرج فارس. المرة هذه باش ناخذ كلمة فارس نقلبها إلى فراس. فراس بالعربي هذا اللاعب التونسي المتألق في الدوري الإماراتي، متألق مع فريق الشارقة، تألق سابقا مع فريق عجمان ومع فريق الفجيرة. عنده تقريبا 4 أو 5 سنوات ينشط في الدوري الإماراتي، وهو من تألق إلى تألق. هذا اللاعب حسب اعتقادي مظلوم على المستوى الإعلامي في تونس، لأنه ممكن ما عندوش يكون يدافع عليه، ما وراهش ماكينة اللي تلمع له صورته. هذا اللاعب المهاري الذي يمتلك قدرات فنية ممتازة برز مع فريق الفجيرة ثم انتقل إلى عجمان، وكان من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، ورشح في الموسم الماضي ليكون من بين أفضل 3 أجانب في الدوري الإماراتي. انتقل إلى فريق الشارقة ولكن تعرض إلى عدة إصابات، لم يبرز بالشكل المطلوب. هذا الموسم هو في أوج عطائه، ربي يحفظه. في 4 مباريات سجل 3 أهداف حاسمة. مستواه على المستوى الفني ممتاز وممتاز جدا، ما هوش موجود في قائمة المنتخب. هذاك علاش نقول متفرج فارس. سي فوزي البنزرتي مع احترامنا ليه واحترامنا لخبرته وتاريخه، مع سي قيس اليعقوبي وسي عثمان النجار، كلهم والإطار الفني بشكل عام، وقت اللي يتحطوا في موقف أو في موقع مدير الفني للمنتخب أو مدرب المنتخب أو الناخب الوطني، تسميوه كما تحبوا، واللي فما حسابات. باش نرجع الفراس بالعربي بعد شوية، ولكن خلينا نعرج على موضوع حراسة المرمى. بشير بن سعيد كان الحارس الأول في المنتخب الموسم الماضي، تألق مع الاتحاد المنستيري، انتقل إلى الترجي الرياضي التونسي. في 4 جولات لعب مباراة واحدة، موجود في التشكيلة مع مميش وبن حسن النادي الرياضي الصفاقسي. ما عندي حتى شيء ضد بشير بن سعيد، ولكن هل يعقل أن يكون 2 حراس مرمى من نفس الفريق، واحد لعب 3 مباريات وواحد لعب مباراة واحدة، على أي مقياس؟ وأنه فوزي البنزرتي دائما يقول لما كان خارج المنتخب، حتى سي قيس اليعقوبي كان يقول أنه في محاباة وفي مجاملات على مستوى قائمة المنتخب، وأنه دائما كل مدرب لما يجي المنتخب يقول أنا المقياس الوحيد والمعيار الوحيد هو الجاهزية. نشوف اليوم اللي الموضوع هذا بين ظفرين، ما هوش موضوع جاهزية. نرجع الموضوع فراس بالعربي. فراس بالعربي يستحق مكانه ضمن المنتخب الوطني. لما شارك في البطولة العربية في 2021 بقطر أبدع وسجل هدف في مباراة موريتانيا الأولى، ولكن بعد ذلك لم يتم استغلاله كما يجب. فراس بالعربي لاعب يشتغل في صمت، ما هوش مسوق إعلاميا، ولكن لاعب مظلوم كيف سعد بقير. فاليوم مانيش باش نتكلم على القائمة، لأنه كل مواطن تونسي عنده قائمته. يمكن فما 12 مليون قائمة بالنسبة للمنتخب، ولكن نجتمع جلنا على أن القائمة فيها وعليها. أنا نتكلم فقط على فراس بالعربي لأني موجود في الإمارات ونتابع في الدوري الإماراتي ونتابع في مردود فراس بالعربي، وأعتقد أنه يستحق الدعوة ويستحق أيضا أن يكون أساسي في المنتخب لسبب بسيط: كفاءته، مهاراته، قدرته، لياقته البدنية، الذكاء متاعه. الوليد موهوب برشا ويستحق أن يكون في المنتخب. مانيش ندافع عليه، ما هوش صاحبي، ما نعرفوش وعمري ما قابلته، ولكن كلمة حق فراس بالعربي يستحق أنه يكون في المنتخب الوطني. سي فوزي من فضلك أنت وسي قيس ما تنساوش الوليد هذا، خاطر يفيدنا في المنتخب الوطني.